طفلك اللي عم بخاطبك فيها وعم بطلب منك انك تلبيها. نتوسع أكثر في لغة الجسد عند الرضيع وسعيدون طبعا باستضافة الدكتورة فضيلة الراوي استشارية طب الأطفال والتطور. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. مرحبا دكتورة فضيلة. ولغة الأطفال جدا واسعة وربما تتعرف عليها الأم تحديدا، لكن بالنسبة للسيدة حديثة العهد في الأمومة تحديدا كيف تتعرف على احتياجات الطفل الرضيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحب أقوله أنه الأم لازم تعرف أنه الطفل هو أثمن هدية ربنا عطاه إياه، مهما كان شكله ومهما كان نوعه ومهما كان يعني لا سمح الله أحيانا تكون الطفل عنده تشوهات معينة أو خلل معين أو شيء. هو الطفل هدية الحياة وهو ما عنده غير أمه. يعني الطفل لما يكون برحم أمه ما يسمع أي شيء غير دقات قلب الأم. لهذا الأم لما تشيل الطفل حتى ترضعه، خصوصا الرضاعة الطبيعية، نبدي من الرضاعة الطبيعية. أول لينك بين الطفل وأمه هي الرضاعة الطبيعية. كثير من الأمهات يتخوفون، يقول لك أنا ما عندي حليب كفاية، خلنا نعطي بطل بالبداية يعني إلى أن حليب ينزل أو عاملة فتح بطن أو إلى آخره. كلش غلط، لأنه الحليب اللي ربنا هداه للطفل الكوليسترول هو أغنى غذاء بالعالم، وهو كميته قليلة لأن معدة الطفل صغيرة بالبداية. إذا تعطيه كثير قد يرجعه. إذن إرضاع الطفل يساعد الأم على معرفة احتياجات الطفل أكثر ويجعلها قريبة منه. أول شيء لللينك بين الأم والطفل أنه ترضع رضاعة طبيعية، وخصوصا الكوليسترول اللي يجي أول الحياة، ولا تضيف له أي شيء لأن هذا يغير الفلورا مال الأمعاء إلى الأبد. بس تضيفين حليب صناعي بالبداية إطلاقا. يعني حليب الأم كافي للطفل كل الأحوال. وكأنه طبعا الأم إذا ما عندها خبرة أحيانا تستعين بخبرة أمها وأم زوجها وخالها والى آخره، بس هو ماكو أحد يقدر يقول لك أنه هذا الطفل إيش فيه غير الأم ولا حتى الطبيب. إلا إنسان يعني فد عالم خبير بالموضوع واحد بالكرة الأرضية مثلا. الأم تعرف الطفل، تعرف لما كان جوعان أو نعسان. طيب كيف يمكن التفريق بين أنواع البكاء دكتورة؟ التفريق الحقيقة مرة كان في دكتور فرنسي من مونتريال جانب بتورنتو وأعطى محاضرة كاملة عن الطفل وبكاء ونومه، فحافظ كل أنواع البكاء مال الطفل. يعني الأم تعرف لما الطفل يكون موجوع يصرخ بصورة مستمرة، ويمكن إذا بطنه تمغصه يطوي رجليه على بطنه. إذا نعسان يصير irritable متملل يعني، وأيضا يرفض الرضاعة أو أي شيء ثاني. صحيح؟ يرفض الرضاعة أو أي شيء ثاني. الشيء الأول هو أنه أول شيء يجي يعني ذهن الأم أنه الطفل جوعان. نمبر 1 هذا احتياج الكرة الأرضية يعني. فترضع الطفل وتبدي بالجهة مثلا اليمين وتنتهي باليسار، لأنه الطفل يكون يعني يرضع بقوة وبقرس. لما يروح للجهة الأخرى ما يفرغها كثير، فلما تريد ترضع المرة الثانية ترضع من هاي الجهة وللتوازن حتى الحليبين يندرون. الطفل إذا الطفل الحديث الولادة طبعا أكثر الوقت نايم. صحيح. يعني 18 ساعة الأفرج مال النوم مالته، يقعد يرضع ويبدل وينام ويرجع ينام. احتياجاته بسيطة. احتياجاته يعني إذا بكى الطفل في هذا السن إما جوعان أو يريد تغيير الحثاظ أو يريد النوم فقط. بالضبط. لكن طيب. دكتورة في بعض الحالات بعض الأمهات يتركن الطفل يبكي دون تلبية احتياجاته، ما هي المضاعفات السلبية؟ الحقيقة هي تختلف حسب العمر الطفل. الطفل بالفيرست 6 ويكس يعني ال40 يوم الأولى، حتى احنا بثقافتنا ال40 يوم الأولى وراها الطفل يصير ينضج، يقوم يطلع على أمه، يبتسم معاها، يتابعها بعيونه، يعني وتقدر تفهمه أكثر. قبل ال6 أسابيع الطفل يعني بعد ما تأهل للحياة، فأنه تخليه يبكي قد يكون له سبب، قد يكون متوسخ، قد يكون جوعان، قد يكون عطشان. بعض الأطفال اللي على حليب القواطي
الام تتصور انه هي تفيد ابنها تخلي كيله زياده انه تسمن ولا كذا، هذا يصير عطشان طول الوقت. اكو هسه طلع موضه انه لا تنطي الطفل مويه. طبعا الطفل على صدر امه ما يحتاج مويه الا اذا عرق او جو حار جدا، اما الطفل على حليب القواطي ديبند على الكونسنتريشن، هذا مو الكونسنتريشن اللي ربنا خلقه، فكثير من الاحيان بس يحتاج شويه مي مغلي ومبرد وتنطيه شويه ميه يعني. فاحتياجات الطفل اول واحد يعرف شنو احتياجات الطفل هي الام. اكو لينك بين الام والطفل، يعني الام لما تحمل الطفل حتى ترضعه راح يسمع دقات قلبها اللي كان يسمعها ببطنها، راح يحس بالدفء، راح يحس بالامان وبالحنان. فيس بعد ذلك العمر مو صحيح الطفل كل ما يبكي تشيل امه، لانه هذا يعني يشجع على البكاء. صحيح الاعتقاد بانه يوسع من الرئتين، يسموه بوزيتيف رينفورسمنت. يعني لما هو يبكي وشلتي مره ثانيه يبكي حتى شيليه. يعني اذا انت متاكده انه هو راضع وشبعان وانت مكرعته وطالعه الغازات منه وهدومه نظيفه ومو ثقيله، باي ذا واي الطفل يحتر كثير مثل المراه الحامل، فتلبسيه قطن. احنا نخاف على الطفل ونغطيه وكل ما يتكشف يدفر الفراش ونغطيه حتى خوفا من الغازات، يعني يتم تغطيته. طيب الدكتورة، بعد ال40 يوم كما تفضلتي، يعني هناك احتياجات أخرى تصبح للطفل أيضا مع ظهور التسنين. نعم. يعني تصبح هناك ربما أسباب أخرى للبكاء. بالضبط. ما هي؟ الحقيقة الطفل يبدي يسنن عادة بال6 شهور، يطلع السنين تحت وبعدين ورا شهر شهرين فوق الاثنين وبعدين ذولا وبعدين ذولا. بس هو قبل ذلك الوقت السن يبدي يشق اللثة، فهو يبدي يوجعه قبل ذلك. فأحيانا إذا الأم متأكدة أنه ما عنده مرض ولا مسخن ولا شيء مو طبيعي فيه، ممكن تنطي شوية باراسيتامول تحميله ولا شراب بسيط ولا شيء يعني. أشياء أخرى الطفل اللي هو بين ال40 يوم وال6 شهور أو سنة كثير يصير عندهم غازات. يعني أنت جربي أنت اشربي بس حليب مثلا، فالغازات حبيبتي ممكن هاي الشيء الأول اللي احنا نفهم الأم أنه تكرع الطفل مو مرة واحدة، أكثر من مرة. وأحيانا أنا شفت يعني علماء يشيل الطفل على إيده ويطبطب على ظهره أو يمس ظهره، يرتاح الطفل وحتى ينام أحيانا. أو هي الأم مثلا بدل ما تشيل الطفل لما يكون شوي أكبر عمرا ويتعلم كل ما يبكي وهي متأكدة ما في شيء، تخليه بالكوت ماله وتخلي الكرسي يمه وتمسك ايده او تمسد بطنه تغني له، يعرف انه هي موجوده. وتكون دائما متواصله مع الدكتوره فضيله الراوي استشاريه طب الاطفال والتطور. شكرا جزيلا على هذه النصائح، ونتمنى من جميع الامهات ان تاخذ هذه النصائح بعين الاعتبار. شكرا لك يا دكتوره. اذا مشاهدينا نذكركم